يليق بالمهرجان. كل سنة وانت طيب، والنجاح دايما يبقى حليف المؤتمر، وكل مؤتمر نجاح جديد يتحسب للأستاذة الجميلة لأمل فكري والإعلامية العظيمة اللي هي مؤثرة في المجتمع، ودايما بتهتم بالقوى الناعمة اللي احنا بنحتاجها في المجتمع المصري للتوعية والإبداع والإبراز. وثبت لها بصمة، أمل ثبت لها بصمة فعلا في مصر، وكل مصر الوقت تعرف مين الإعلامية أمل فكري. بصراحة هي بتبذل مجهود جامد جدا في كل الفعاليات. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك معلكي النهارده انت اعلاميه، وبتشوف الاعلاميين بيقدموا المؤتمر، كل واحد له وجهه نظر وكل واحد له رؤيه حضرتك ايه النهارده في مهرجان اسمه ساحه المبدعين العرب، يعني العرب في كل مكان. اسمه ساحه المبدعين العرب عشان بحب اللون ده. جميل، انت جميله اصلا. عندنا حاجات جديده واحنا قاعدين كلنا مبسوطين. طبعا انا بحيي الاعلاميه الجميله امل فكري. كل سنة وانت طيبة ومنورة الدنيا، وحضرتك طبعا في وسط الكوكبة الجميلة ديت، تحبي تقولي ايه حضرتك؟ أنا طبعا مبسوطة جدا جدا على الدعوة الكريمة بتاعت الإعلامية أمل فكري، وطبعا دي حبتنا كلنا، يعني احنا يعني بص احنا بتبعت لنا الدعوة عارفين ان المؤتمر هيبقى كويس جدا ومحترم وفي ناس راقية جدا، فأنا بحييها طبعا وبشكرها جدا جدا، وبشكر الناس اللي موجودة لأن هي جمعت الحبايب. كل سنة وانت طيبة. وتقولي حضرتك عرفتك. بشكر أستاذة أمل، أستاذة كبيرة جدا، ومتشكرين جدا على الدعوة الجميلة ديت، ومتشكرة جدا على كل سنة وانت طيبة، ودايما المؤتمر يبقى جميل. الجميلة والسفيرة هيام رزق، تقول ايه النهارده وانت في وسط الكوكبه الحلوه دي؟ اقول ان انا مبسوطه جدا وسعيده جدا، وبشكر الاعلاميه الجميله امل فكري صاحبتي اللي هي دايما مجمعانا، والحقيقه هي دايما انا ببقى سعيده لما بتجيلي الدعوه لان هي بتعمل مهرجانات بتبقى راقيه جدا. كل الشخصيات المدعوه بتبقى شخصيات محترمه، شخصيات جميله. كل سنه وانت بيكون مهرجان رائع بصراحه في كل حاجه، تنظيم في المكان وفي الحضور كلهم، فانا ببقى سعيده جدا وانا بكره. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك تحب تقول حاجه يا دكتور؟ تحب تقول حاجه؟ تقول ايه النهارده وانت في وسط كوكبه نجوم المجتمع؟